قسوة القلب مرض عظيم ابتلينا به في هذا الزمان. نسمع القرآن ولا نتأثر وندفن موتانا ولا نعتبر ونسمع المواعظ ولا نتذكر. السبب قسوة القلب يرعاك الله. وما من داء إلا وقد أنزل الله له دواء فدواء قسوة القلب يرعاك الله مداومة النظر في كتاب الله بتدبر وتفكر. فإن هذا الكتاب لو تنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كم فيه من المواعظ والعبر، لكن كما قال الله ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة.